المقاطعة نجحت والرسالة وصلت. مفيش شك ان حملات المقاطعة هي اقصر واقوى رسالة بنعبر بيها عن دعمنا لاهالينا في غزة ورفضنا التام للي بيحصل معاهم. الحملات دي فتحت باب لظهور اللوكال براندز بقوة، واسماء كتير او براندات كتير نجحت في انها تاخد مساحة في السوق، وحملات الدعم اللي كلنا شاركنا فيها خلت بعض الشركات المصرية دي اقوى من قبل كده، والناس بقى عندها وعي كبير وقدروا يفهموا اهمية جملة صنع في مصر. بس في نقطة مهمة جدا يمكن مش كلنا واخدين بالنا منها، الانترناشونال براندز الموجودة في مصر برضو في وراها ايادي عاملة كتير مصرية، ومش بس العمالة هي اللي هتتأثر، لا ده في شركات ومزارع ومصانع بتشتغل من ورا وجود الفرنشايز في مصر. يعني لو فكرنا فيها شوية هنلاقي ان زي ما حملات المقاطعة ساعدت في دعم اللوكال براندز، كمان أثرت بالسلب على جزء كبير منها. طيب ايه اللي ممكن نعمله عشان نفضل كسبانين ويفضل دعمنا للمنتج المصري موجود ومش فترة وهتعدي؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده خليني اتكلم معاكم في شوية حاجات كده نفهم بيها سوا المقاطعة دي ممكن تعمل فينا ايه لو ما فكرناش صح. لو تفتكروا البيان اللي نزلته الغرفة التجارية المصرية وقالت ان شركات الفرنشايز دي شركات مساهمة مصرية وبتوظف عشرات الالاف من ابناء مصر وبتسدد ضرائب وتأمينات لخزنة الدولة، يعني كل اللي داخل على الدولة. ومش بس الغرفة التجارية اللي بتقول ده كمان الارقام الرسمية بتأكد ان الفرنشايز بيمثل 58% من استثمارات القطاع الأغذية والمشروبات بحجم مشروعات 60 مليار جنيه، و40% من عمال البلد بتشتغل في قطاع الأغذية والمشروبات، يعني تقريبا 3 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر بيشتغلوا في قطاع الأغذية. طيب ايه اللي هيحصل لما حملات المقاطعة دي تستمر لوقت أطول؟ طبعا هيحصل خسائر كبيرة جدا للانترناشونال براندز، واول قرار هياخدوه هو تسريح العمال، زي ما ستاربكس عملت كده من كام يوم، سرحت عدد كبير قوي من موظفينها هنا في مصر بسبب خسائر كبيره. طيب الناس المصريين دول زي وزيك هيكون مصيرهم ايه؟ وقبل ما نجاوب بلاش من فضلكم الاجابه النموذجيه اللي هي يشتغلوا في مصانع وشركات مصريه، لان ببساطه احنا مش عارفين امتى الشركات المصريه تقدر تستوعب الكم الكبير ده من العماله اللي هتتسرح، وهل الموظفين دول هيقدروا يقعدوا قد ايه من غير شغل لحد ما يبقى عندنا شركات ومصانع ضخمه تستوعبهم. دكتور علاء عز الامين العام اتحاد الغرف التجاريه لفت نظري لحاجه مهمه جدا، هي ان الفرنشايز الموجود في مصر بيعتمد كمان على مواد خام مصريه من مزارع ومصانع مصريه، يعني بيشتروا كل حاجه من مصر سواء خضار لحوم واي مدخلات تانية، يعني الفرنشايز بيشتغل معاه الصناعه المحليه. بنتكلم زراعه البطاطس في المزرعه للتصنيع النصف مقليه على ما توصل للمحل اللي هيقدمها، بنتكلم على 9 افراد او 10 افراد بيشتغلوا فيها. نفس القصه للهامبرجر، نفس القصه في الصناعات الغذائيه اللي بيعمل عصاير، اللي بيعمل مربات، اللي بيعمل كل المنتجات اللي نازله بعلامه تجاريه. نصيب الشركه الاجنبيه لا يذكر، نصيب المستثمر المصري والعربي والشركات الخادمه لهم والمورده لهم بنتكلم اكتر من 95% من الايرادات. وعلى العكس تماما في شركات محليه بتعتمد اكتر على استيراد المواد الخام من بره، زي شركات الشاي لان مفيش زراعه شاي في مصر، وشركات القهوه لان برضو مفيش زراعه بن في مصر، وزي خامات منتجات الشوكولاته اللي هي كاكاو والعطاره وغيره وغيره كتير. في معلومه مهمه عايزه اوضحها وكانت غايبه عني انا كمان بالمناسبه، بس لما قريت فهمت، وهي ان الشركات المصريه مساهمه زيها زي الفرنشايز. معنى شركات مصرية مساهمة يعني مطروحة في البورصة والتداول عليها مفتوح، يعني فيها مستثمرين وشركاء من جنسيات كتير زي دومتي وإيديتا وجوهينا، ويمكن وضحت ده في فيديو قبل كده. هل الحل ان احنا نقاطع كل الأسماء دي؟ أكيد لا. وهنا بقى سألت نفسي ايه المشكلة لما ندعم المنتج المصري في وجود البراندات التانية ويبقى كده ما خسرناش حاجة؟ نيجي بقى للنقطة الأهم واللي هنسمع فيها رأي ناس متخصصين مش رأيي أنا الشخصي. لما كلنا كمصريين نبقى مقاطعين ونتسبب في خسارة كبيرة للبراندات الأجنبية الموجودة في مصر، هل ده جو مناسب لتشجيع الاستثمارات الأجنبية التانية إنها تيجي وتفتح في مصر؟ واحنا عارفين أهمية دخول العملة الأجنبية لمصر بالذات في الوقت الحالي. احنا بالمقاطعة دي بنقول للمستثمر الأجنبي اوعى تقرب ومش مرحبين بيك. كتير جدا من هذه العلامات التجارية اللي بنتكلم عنها عبارة عن استثمارات مباشرة في دولنا. يعني مشروب مياه غازية مشهور مثلا عامل مصنع لتعبئة المنتج بتاعه في بلدك، عامل مصنع للتصنيع، عامل مصنع وشغل عمالة كتير وبيدفع مرتبات وبيبيع وبيكسب. انا هخسره
اول قرار هسرح العماله وهقفله وهمشي خلاص، يعني اول وتاني وتالت قرار. طيب مشيت، مش بس كده، حرمت من هذا التدفق. حرمت. شجعت المنتج الوطني. المنتج الوطني لو قوي هيتشجع مع وجود المنتج الاجنبي، ومفيش مانع ابدا ان انا اشجعه وهو موجود يعني، او من غير ما احارب راس المال المتدفق عليا. خصوصا دي رساله لاي حد تاني انا عايز اجيبه. على فكرة أنا مش ضد المقاطعة ومحدش أبدا ضدها، لأنها خير لينا ولبلدنا واقتصادنا. أنا ضد الطريقة اللي بتتنفذ بيها وممكن تضرنا وإحنا متخيلين إنها بتضر الشركة الأم. جرب كده، انزل السوبر ماركت كده هتلاقي منتجات كتير أو براندات أجنبية مكتوب عليها صنع في مصر. ليه؟ عشان فعلا اللي بيعملوها ناس مصريين، عمالنا اللي إحنا بنحاربهم ومقاطعينهم. فمن فضلك قبل ما تقاطع اعرف انت بتقاطع مين، واختار الطريق الصح اللي فعلا تدعم القضية من غير ما تضر نفسك واللي حواليك.